في التجارة الأكشن بتاع الكيس ده معروف، هو إن إحنا بنحرق سعر المنتج وننزل المنتج بسعره قليل علشان نرجع جزء من رأس المال، لأن وجود البضاعة مركونة جنبنا دي بتخلينا نرمي فلوس على الأرض، تبقى فلوس راكدة حرفيا. إنما لما نخسر جزء بسيط منها ونرجع شوية فلوس نعيد تدويرها ونجيب بيها بضاعة تانية، ده بيبقى أحسن كتير. طب هتقولي لي أصلا مع إن أنا دلوقتي عندي منتجات في البيت جنب السرير، أنا أصلا راكنها ومش عارف أبيعها بسبب إن أنا قللت سعرها وبرضه مش بتتباع. وهيبقى الاكشن هنا ان انا اشغل اعلانات عليها واحاول ابش فيها وازقها، وبرضه مش واثق انها تبيع، وفي نفس الوقت هنا هبقى بصرف اعلانات ورصيدي هيبقى بالسالب ومش هعرف ارجع شويه من راس المال. فبالاحسن ان احنا بنركن البضاعه دي على جنب ونركز على منتجات تانية. بس في حاجه تانية احنا ممكن نعملها، ان احنا بندخل المنتجات اللي هي مركونه جنبنا دي كبندلز مع منتجات تانية. يعني انا لو ببيعه كمنتج تكميلي لمنتج تاني وبزود السعر حاجه بسيطه عشان اخلص من الاستوك